يناشد سكان قرية عين روينة بولاية أفلو المنتدبة السلطات المعنية وعلى رأسها الوالي المنتدب التدخل العاجل لبرمجة مشروع إنجاز متوسطة بالقرية الواقعة على بعد 20 كيلومتر عن مقر الولاية المنتدبة، وهذا لتجنيب أبنائهم عناء التنقل لبلدية سيدي بوزيد وأفلو. احنا عندنا هنايا عين الروينة فيها مناطق نائية تابعة لبلدية أفلو وبلدية سيدي بوزيد. عندنا معاناة التلاميذ في طور المتوسط. عندنا 4 ابتدائيات في المناطق النائية ومنطقة أروين. راهم تلاميذنا في الطور المتوسط يعانوا من تاعهم هي فوق ال 500 تلميذ في التنقل إلى بلدية أفلو وبلدية سيدي بوزيد في النقل راه كاين أكثر من 14 نقل وما كفاش، راهم موفرين نقل بصح ما كفاش. مؤكدين أن هذه الوضعية أثرت سلبا على أبنائهم الذين يضطرون يوميا لقطع مسافة 20 كيلومتر لأجل الالتحاق بمقاعد الدراسة والاستيقاظ باكرا والرجوع في وقت متأخر من المساء، وما ينجر عن ذلك من تعب وإرهاق يؤثر سلبا على مردودهم الدراسي. احنا سكان قرية عين روينة رانا نعانوا من أسباب التنقل. نطلب من سيد الوالي إنجاز متوسطة في عين روينة. احنا وليداتنا راهم يعانوا، رانا حبسنا بناتنا، راهم يتنقلوا 20 كيلو. هذا بيه سيد الوالي يوقف معنا. أطلب من السلطات المعنية وعلى رأسهم سيد ولي الولاية ومدير التربية لإنجاز متوسطة بقرية عين الروينة، لأننا نعاني من مشكلة التنقل اليومي بلدية سيدي بوزيد. أطلب من السلطات المعنية وعلى رأسهم الولي الولاية ومدير التربية بإنجاز متوسطة بقرية عين الروينة. بالنسبة لانشغال سكان منطقة العبادلية، هو انشغال في الحقيقة مشروع، لأن المنطقة بها 4 مدارس: مدرسة بالواد مدسوس، مدرسة بعين روينة، مدرسة بعين وامري، ومدرسة كذلك بالسخونة بجوارها. كما أنني أنسق مع زميلي رئيس بلدية واد مزي فيما يخص منطقة الرميلية، والمدارس هذه كلها تحتاج إلى ملحقة أو إلى متوسطة. في هذا السياق احنا كنا طلبنا من السيد مدير التربية أننا نهيئ محلات مهنية متواجدة بعين روينة لتصبح ملحقة لمتوسطة جديدة. كان الرد إيجابي من طرف مديرية التربية التي أبلغتنا أنها أعلمت الوزارة بالطلب، والطلب موضوع لدى الوزارة الوصية من أجل تسجيل العملية، وإن شاء الله في القريب العاجل تسجيل العملية نسعى في إنجاز الملحق.